اهم 4 مهارات لازم تكون جاهز ليهم قبل اي انترفيو كمحلل بيانات. الانترفيو كمحلل بيانات مش بس بيكون كتكنيكال على الادوات، لكن كمان كمهاراتك في قراءه البيانات وتحليلها. في الفيديو ده هقولك على 4 خطوات تحضر ليهم علشان تكون جاهز للانترفيو بشكل صحيح. اول حاجه هتتسال فيها هي الاساسيات، لازم تكون عارف ازاي بتجمع البيانات من مصادر مختلفه وتنظفها علشان تبقى جاهزه للتحليل. كمان لازم تكون قادر تفسر البيانات عشان تقدر تشوف الشركه بتعمل ايه في الوقت الحالي، وكمان بياناتها في المستقبل هتبقى عامله ازاي. تاني حاجه الادوات زي الاكسل والباور بي اي والسيكوال هي الادوات الاساسيه اللي هتسال عنها في الانترفيو. لازم تكون فاهم كل اداه وامتى تستخدمها. لو شغلك على بيانات بسيطه فالاكسل هيكون كافي، لكن لو بتتعامل مع بيانات معقده فالسيكوال والباور بي اي هم انسب حاجه. وكمان ممكن يسالوك عن استرجاع البيانات لو حصل فقد لبعضها. لازم تكون عارف ازاي تسترجع البيانات وتنظمها بشكل صحيح علشان تقدر تعمل عليها تحليل. وكمان هيختبروك في طريقه تحليل الارقام، وهيسالوك عن ازاي بتقدر تقرا البيانات وتحللها. لازم تكون قادر تشرح النتائج لناس غير متخصصين وتعرض لهم التقارير بشكل بسيط وواضح. لو عايز تتعلم اكتر عن تحليل البيانات وتطور من مهاراتك تابعنا عشان يوصلك كل جديد.